صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. معاكم مروه العزب، وحشتوني جدا. انا بقالي فتره كبيره طبعا ما طلعتش معاكم لايفات ولا طلعت معاكم فيديوهات، بس بحبكم جدا، بحبكم من قلبي والله. ثواني يا جماعه كده، بعد اذنكم يا حبايب قلبي، بعد اذنكم طلب بسيط خالص، اللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس، واللي مش عامل لايك ليا يعمل لايك بعد اذنكم عشان ارجع زي زمان. والله كنت يعني مشغوله في نقل ومشغوله في حاجات، ان شاء الله اوريكم باذن الله حاجات جميله في حياتي هتعجبكم جدا، وبتطور هيبقى جميل. فمعلش يا حبايب قلبي، اللي مش مشترك في القناه يشترك دلوقتي. بحبكم جدا، وربنا ما يحرمني منكم العمر كله يا رب العالمين. معايا موضوع والله العظيم النهارده. انا لما سمعت الحكم اللي اتحكم، طبعا القضاء عارف المشكله من اولها لاخرها وما عنده اوراق، فهو ادرى بالاحكام اللي خدتها منى وخدها حمدي. ف الحمد لله على كل شيء. وطبعا كان لازم حمدي يبقى نهايته كده، كان لازم. الموضوع ايه هو بقى يا مروه يا عزب؟ الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. رقم التليفون 010-164-62-507. عليه واتساب. اي مشكله عايزين تعرضوها او اي حاجه، انا معاكم وبيكم وليكم، ما اقدرش استغنى عنكم خالص. انتوا حبايب قلبي، وربنا حبايب قلبي وعلى دماغي من فوق. بصي يا حبايب قلبي، انا نفسي اقول لكل بنت بتزعل مامتها لمجرد كلمه حسبي الله ونعم الوكيل. نفسي اقول لكل راجل او شاب بيقول لمامته كلمه تزعلها او يكون سبب في اي حاجه في حياتها، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى لو الام قاسيه عليك، حتى لو الام ما عملتلكش اي حاجه في حياتك عجباك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طبعا غير بقى موضوع نورهان المشهور، وغير كده معانا واحده شبيهه نورهان، لله الامر من قبل ومن بعد. وانا حزينه جدا والله، انا بكلمكم وانا حزينه بجد من كل قلبي، والله العظيم انا حزينه من كل قلبي. معانا منى ما كملتش ال20 سنه، ومعانا حمدي عنده 22 سنه. طبعا النهارده اتحكم على حمدي بالاعدام في جنايات تم القبض عليه، واتحكم عليه في جنايات القاهره محكمه العباسيه باحاله اوراقه للمفتي. لكن منى اتحكم عليها بسنه. هقول لكم الموضوع من اوله لاخره. كان ماشي واحد بتاع خرده، فبيطلع حاجات من الصندوق بتاع القمامه وكده بتاع الزباله، فلقى جثه ملفوفه. فمن هنا لهنا الناس قالوا له ده ايه قام مبلغ وقام قايل والله انا معدي بالصدفه لقيت حاجه ملفوفه، فبفتشها وبفتحها عادي. يعني انا معلش انا بدور على كنزايه، بدور على حته حديده، بدور على اي حاجه، فانا ما اعرفش والله يا استاذ، ما اعرفش. والناس اتلموا بقى، انت ايه اللي بتفتش فيه ده؟ ايه ده جثه انت قاتل مين؟ انت قال والله العظيم انا بفتش في الخرده بس عشان خاطر ان انا اطلع حاجه اشتغل بيها او حاجه بقى عشان اكل واشرب انا وعيالي. ما هو راجل غلبان يا جماعه. الناس اللي بتمشي تلم زباله وبتمشي تلم حاجات عشان تاكل عيالها، راجل يعني على باب الله، ربنا يكرمه يا رب. فبيفتش عادي، لقى حاجه ملفوفه جثه بقى، ما يعرفش بقى الناس شافته وبيفتش في ايه. من هنا لهنا دوروا. طبعا انتوا فاهمين بقى ان كل حاجه بتوصل، يعني كل واحد لو يعرف ان هو لما بيرتكب جريمه كده الحكومه بتوصل على اللي عاملها وبتوصل لكل حاجه، مش هيعملها اصلا. اصل اخرتها ايه؟ هتموت زي ما موتت هتموت. رحت تموت ست كبيره عندها 65 سنه ليه؟ المهم الراجل اللي اسمه حمدي، طبعا الحكومه لفت ودارت وعرفت ووصلت مين اللي قاتل، والست دي مين؟ طلعت حماد حمدي. غريبه قوي يعني. كما يعني انا بقول اذا اكرمت اللئيم تمرد، ده حقيقه. وبقول تاني يعني اتقي شر من احسنت اليه. الست الكبيره ديت ست مشلوله، اللي متوفيه ديت قاعده قاعده جايبه بنتها تقعد عندها، وجوزها جايبه منى بنتها تعيش عندها عشان ما عندهاش شقه، وجوزها اللي عنده اسمه حمدي عنده 22 سنه جابته هو كمان يعيش مع بنتها اللي هو جوزها، مخلفين بقى وما لهمش مكان. فقالت ايه؟ بنتي تخدمني وتعيش معايا، بنتي تخدمني وتيجي تجيب جوزها وتيجي تعيش معايا اللي هو حمدي اللي عنده 22 سنه ومنى بنتها. جم عاشوا مع الست الكبيره اللي اسمها الحاجه
اللي عندها 65 سنه ام منى، وجم عاشوا، هو جه عاش مع حماته عشان مراته تخدم ايه؟ امها. فحمدي زهق من المصاريف وقال لك ده بتاكل وبيعد عليها الاكل، ده بتاكل وبتشرب، ده تمام. فقال لها تعالي يا منى اقعدي جنبي هنا، وعايزه اقول لك حاجه، انت امك ما بتعرفش تمشي ومشلوله وانت بتخدميها، وكمان بتاكل وبتشرب وعلاج على قفايا، وانا ما عادش حيلتي، وانت عارفه ان الظروف بقت عامله ازاي، وعارفه الاسعار بقت عامله ازاي، وانا هاكل واشرب منين وهعمل منين واسوي منين. فقالت له طب انت ايه؟ قال لها اسمعي، هي لو ماتت واحنا خلصنا عليها لا كده لا طلقك وهسيبك وامشي. طبعا ست الستات منى اختارت الباشا حمدي، اختارت جوزها، ما اختارتش امها، اختارت تخلص على امها عادي خالص وتتفق مع حمدي وتوافق على كل اللي حمدي يقول عليه. تصوروا منى امها اللي عندها 65 سنه تقعد في بيتها وتشيلها عندها، يعني ست كبيره معلش، ده بيتها وشقتها، مش من حقها تقعد بنتها عندها، مش من حقها انها تشيل واحده متجوزه عندها في بيتها، استحاله. ومع ذلك هي قالت لك مش مشكله، انا هشيل بنتي عندي عشان بنتي غلبانه ملهاش بيت قاعده ايجار، فهشيلها عندي وبالمره تخدمني، ما انا مشلوله مش قادره اتحرك. فقال لها لو مش هتوافقي معايا على اللي انا عايزه هطلقك. منى وافقت وقالت لحمدي انا معاك، ولما يجي حد يسال، هو كده كده امك ما حدش هيسال عليها، حد بيخبط عليها، حد بيسال عليها ولا لها حد، هي هتموت وهتتحلل وهتترمى في الزباله وما حدش هيوصل من دي، ما هو ما حدش بيسال على امك وخلاص، والايام هتعدي وخلاص، ونقول لك قضاء وقدر وخلاص. المهم حمدي ربط رجل الام، وهي وافقت، ربط رجل الام بشرب وقام قايل لمنى قومي هاتي اشرب عشان نخلص عليها، هنلف الطرحه على رقبتها كده ونقوم ايه تفرفص بقى وتطلع في الروح وخلاص، وقضاء الله وقدر، ونقوم شايلينها في شوال ورميناها في الزباله. طبعا منى وافقت، راحت جابت له الاشرب، وست بتفرفر طب سيبوني طب ومش قادره خلاص، في دقيقه واحده كان خلص عليها، وقام شايلها وقام رميها في الزباله زي ما بتاع الخرده لقاها. السؤال هنا لما وصلوا بقى وعرفوا ان ديت الست الكبيره، جه حمدي قال لك اصل والله المصاريف ومش قادر والله، وانا قلت اخلص عليها وقضاء الله وقدره وخلاص، وهي هتموت ومحدش هيسال عليها وخلاص. يعني هما كانوا بيرفضوا في الكلام الاول ويقولوا ما نعرفش، ومين اللي شالها وخدها ووداها، احنا ما نعرفش، احنا جينا من بره لانها مش موجوده. فطبعا يعني الحكومه خدت منى في جنب وخدته هو في جنب، هي قالت ده والله هو اللي قال لي اعمل كده، وانا جبت له الطرحه وخفت يطلقني، وهو اللي عمل كل حاجه بايده. طبعا هي منى ما كانش لها ذنب غير انها وافقت، هي جابت الطرحه لامها يعني عشان ما تزعلش جوزها حبيبها، جابت الطرحه عشان جوزها يخلص على امها، وهو اللي خلص ودبر وشال ورمى وكل حاجه، وهي موافقه على اللي هو عمله، بس هي ما عملتش حاجه، هي وافقت ان امها زي قصه نورهان برضو لما قالت ده انا ما عملتش حاجه وكنت واقفه وهو اللي عمل كل حاجه. طب انت كنت واقفه وشايفه امك بتموت، وانت برضو يا منى موافقه على جوزك طلبه وشايفه امك بتموت عادي جدا. اللهم الاعتراض، مش ما عنديش كلام اقوله والله العظيم. المهم امبارح زي ما انا قلت لكم ان طبعا منى ما عملتش حاجه، ف المحكمه حكمت ان هي محكمه العباسيه حكمت باحاله اوراق استاذ حمدي لسياده المفتي، والاستاذه منى اتحكم عليها بسنه لانها ما عملتش اي حاجه، كل اللي هي عملته ان هي وافقت ان جوزها يموت امها، لكن هي ما نفذتش الجريمه، هي وافقت وخلاص، فكفايه عليها السنه، كفايه انها تخرج وتقعد بقى في الشقه كده بين الجدران وتتفرج على الجدران وتتفرج ان امها مش موجوده وتحس بالذنب. ف انت يا منى يعني لما تيجي بقى تخرجي بقى كده وتلاقي ما حدش معبرك لانك انت قتلت امك، انت موتت امك، فمين هيسال فيك ومين هيتجوزك اصلا؟ ده انت واحده قاتله امك، معلش انت تطلعي من السجن هتلاقي واحد يشمك ولا يتجوزك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا بدعي عليكي لانك انت يعني مثال للاهانه بجد، يعني انت مثال للظلم وما عنديش كلام اقوله، لا حول ولا قوه الا بالله. وكفايه ان انت تحسي بالذله وبالذله لما تخرجي
وتلاقي الناس بتشاور عليك وتقول اللي قتلت امها ومحدش يعبرك. حسبي الله ونعم الوكيل. الام يا جماعه، الام مش هقول لكم غير كده. مع السلامه.